السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المانجا كتيرة قوي الفترة دي. هعمل معاكم حاجة حلوة وفي نفس الوقت هترطب على قلبنا في الجو الحر الجامد ده، وهي صينية كنافة بالمانجا وبأربع مكونات بس. في الأول هنجيب ربع كيلو كريم شانتيه خام، وبعدين هقولك على طريقة سهلة جدا بالمية وبس، وهي كوباية مية ساقعة متلجة، وهندوب فيها ربع كوباية سكر، طبعا حسب الرغبة زي ما انت عايزة. بعد كده السكر هيدوب تماما، هنضيف الكريمة وهنقلبها تقليبة بسيطة كده عشان اول ما نستخدم المضرب الكهربائي ما يبهدلش الدنيا معانا. وبعدين اول ما نشغل المضرب ولحد ما نوصل للقوام اللي احنا عاوزينه، بعد ربع ساعة بالظبط هتلاقي القوام بقى جميل جدا، ومش هتحتاجي انك تضيفيه في التلاجة او الفريزر عشان هو مش هيسيح طالما مش ضايفه فيه لبن. هنجيب بعد كده الكنافة من الفريزر ونفركها كويس جدا. بعد كده هنجيب نص كوباية سمنة ونص كوباية زيت، لان السمنة هتديها طعم وريحة والزيت هيديها لون في التحمير. ويلا معانا نشوف الطريقة. نسيت اقولك، هتحطي السيرم بتاعنا وهو كوباية سكر مع كوباية مية مع نقطتين من الليمون، وهنرفعهم على النار لمدة 10 دقايق او ربع ساعة لحد ما يوصل للقوام المطلوب اللي انت عايزاه. او زي ما انتوا شايفين كده، احنا جبنا القالب بتاعنا وضفنا فيه اول طبقة وهي الكنافة. هنضغط كويس جدا قوي وهنسوي للجوانب والطروف زي ما انتوا شايفين كده، نضغط كويس قوي. بعد كده هنجيب الكريمة وهي الطبقة التانية، برضو هنسويها كويس جدا وهنساوي من الجوانب ومن الطروف زي ما انتوا شايفين كده. لازم تساوي كويس قوي الكريمة علشان لما تحطي الطبقة اللي بعد كده ما تبقاش شكلها وحش معاكي. ودي الطبقة الأخيرة اللي هي الكنافة. هو انا لسه هضيف الطبقة الأخيرة اللي هي المانجا، بس دي الطبقة التالتة اللي بعد كده الكنافة. هتفردي برضو كويس جدا قوي بس بالراحة علشان الكريمة ما تطلعش منك من فوق. ومعانا المانجا اهي، انا مقطعاها مكعبات كنت مجهزاها. هتحطيها كويس جدا بالراحة وهترصيها اهو زي ما انتوا شايفين. وبعد ما تسويها من فوق من عند الجوانب والطروف هتحطيها في التلاجة ساعتين او 3 ساعات، وبعدين بقى تقطعيها وزي ما انتوا شايفين كده. وبألف هنا وشفا. لو عجبك الفيديو لايك واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. باي باي.